ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. في البداية نحب نقول لكل جيش فانز برنس مصر كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. معانا النهاردة معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل، وأولهم هنكشف عن حقيقة خبر حمل ندى جلجل واللي مستنيه فانز كتير، وكمان هنعرف العيلة عملت ايه في العيد والصلاة، وهنرد على سؤال الفانز ليه الأسطورة ومستر أحمد وجلجل ما صلوش العيد، وليه مستر أحمد اتعصب جدا على بيبي حياة في الصلاة، وهنشوف أغنية جديدة للبرنسو جامدة جدا، وأخيرا أحلى تيك توك هيعجبكم جدا لأمنية القوة وأحلى لمة عيلة. اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ، وهنبدأ بصلاة العيد لعيلة الجمل. والحقيقة لأول مرة العيلة تروح الجامع قبل الناس كلهم، راحوا بدري جدا، وده عشان يعرفوا يصوروا لنا الصلاة كويس، وطبعا العيلة كلها راحت مع بعض، بس الحاج صالح الجمل راح بعديهم بشوية، بس ما صلاش معاهم وصلى في الجامع بدل الساحة، وده لأنه ما بيحبش التصوير في الصلاة. فانز كتير سألوا ليه مستر أحمد وحودة ما صلوش العيد، والحقيقة مستر أحمد كان بيصور صلاة العيد وكمان الأسطورة، لكن هما بيصلوا بعد ما يخلصوا التصوير على طول. وطبعا جلجل ما صلتش كمان، كانت مع مستر أحمد وحياة وأصالة، لكن الأميرة فيروز كانت بتصلي مع العيلة، بس كانت جميلة قوي، كانت حاطة الجاكيت على شعرها بدل الطرحة. حلو بقى لكومنت كتير على الاوتفيت لأمنية القوة في العيد. أمنية القوة كانت لابسة فستان تايجر وهي رايحة الصلاة، لكن بعد كده لبست عباية وكمان الطرحة. والكومنت اللي جه من كل الفانز ليه أمنية شعرها باين في الصلاة. الحقيقة أمنية القوة كانت فعلا لابسة طرحة في صلاة العيد، لكن كانت كل شوية الطرحة تقع من شعرها. قولولنا في التعليقات صليتوا العيد في البيت ولا في الجامع؟ طبعا يا جماعة هنا العيلة كانت بتستعد عند حودة لصلاة العيد. فرحة حودة وسلمى بفرش الشقة بالسجاد. حودة قال ان سلمى زلتني عشان تفرشه، بس يا عيني صالح كان عمال يعيط جامد. معلش يا احلى صالح ما تزعلش، بس بجد كان الطقم والنضارة ما شاء الله حلوين عليه قوي، ربنا يخليهولك يا اسطورة. تعالوا بقى نعرف ليه مستر احمد كان متعصب جدا ويزعق لبيبي حياة في صلاة العيد. والحقيقة حياة كانت عاوزة حاجة وكالعادة عيطت جامد. مستر أحمد عصب على بيبي حياة جامد جدا وقال لها أقسم بالله ما هتروحي لو ما سكتيش، وهنا كان قصده على مدينة الأحلام عشان يجيبوا الألعاب من هناك بعد الصلاة. هنا الأسطورة كان بيكلمه وضحك جدا وكمان غمزله. كلنا عارفين إن مستر أحمد عصبي جدا، بس أكيد كلنا بنحبه قوي. وطبعا العيد ما يبقاش عيد على عيلة الجمل من غير عيدية. برنس مصر ادى العيلة كلها عيديات، وكمان الحاجة هند والأسطورة. يلا بسرعة انزلوا في الكومنتات دلوقتي وقولولنا خدتوا عيدية ولا لسه. المهم ان سلمى وحودة وفيروز وكمان أمنية القوة راحوا بيت العيلة في المنظرة عند تيتا عطا وزينة، وده عشان يعيدوا عليهم. سلمى قالت ان مامتها تعبانة شوية، نحب نقول لها ألف سلامة عليها. كملوا الفيديو معانا عشان تعرفوا حقيقة حمل ندى جلجل. بعد ما خلصوا صلاة العيد راحوا طبعا على مدينة الأحلام عشان يجيبوا الألعاب من هناك، ولسه في فلوجات جاية عند الأميرة فيروز والأسطورة في مدينة الأحلام للألعاب، بس البرنس هو اللي عمل أول فلوج. طبعا العيد ما يبقاش عيد إلا لما يفطروا عيش باللحمة، ودي أكلة اسكندرانية هم متعودين عليها من زمان. مستر احمد والبرنس وكمان اي احلى ومعاهم السندريلا غزل راحوا يعملوا العيش ده في الفرن. كانوا في الاول بيجيلهم لحد البيت، نحب نقول لهم بألف هنا على قلبهم، ربنا ما يقطع لهمش عاده ابدا. قالوا بقى لآية أحلى وسندريلا غزل. آية لقت غزل خدها محمر جدا وسألتها ايه ده؟ سندريلا غزل قالت لها البرنس عضني، وطبعا البرنس بيعمل كده مع كل الأطفال اللي بيحبهم. دلوقتي يا أجمل فانز تعالوا نعرف الخبر الأكيد في حمل ندى جلجل. طبعا عرفنا كلنا من أسبوع قبل العيد من فلوج مستر أحمد إن ندى حامل وكمان بتتوحم،
وسألنا الفانز هل ندى حامل فعلا ولا أحمد بيهزر معانا، والحقيقة الفانز قالوا إن أصالة لسه صغيرة وكمان أحمد بيهزر معانا. حقيقة ندى وأحمد هما كانوا بيشوفوا رد فعل الفانز لو ندى جلجل طلعت حامل، بس مستر أحمد عاوز ندى تجيب ولد، واحتمال كبير جلجل تحمل قريب جدا إن شاء الله. ربنا يرزقها بالولد اللي بتتمناه هي ومستر أحمد. ودلوقتي تعالوا نشوف أحلى تيك توك لعيلة الجمل وأمنية القوة، هيعجبكم جدا. طلعت فيلم ومسرحية شاطرة في التمثيل، بس أنا المخرج يا شاطرة، أنا اللي خليتك البطلة. شفنا احلى تيك توك لعيلة الجمل، تعالوا نشوف اغنية برنسو الجديدة ونرجع تاني على طول. اللي يحب برنسو يعمل ايده كده كده كده، اللي يحب برنسو ينزل ايده كده كده كده، اللي يحب برنسو يرفع ايده كده كده كده. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو ظهر معانا اسم جلجل كام مرة في الفيديو، وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي فانز برنس مصر. وكل سنة وانتوا طيبين، قولولنا في التعليقات رحتوا فين في العيد. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.